السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيك الرواني أو كيك جوز الهند أو كيك البسبوسة زي ما بتسموها سموها، ميكس بين طعم الكيك العادي وطعم البسبوسة وطعم جوز الهند، سهلة وسريعة وهتعمليها في ثواني ومن غير أي مجهود، بالمضرب اليدوي أو الخلاط أو المضرب الكهربائي، كلهم هيعملوا معاكي نفس النتيجة. بمقادير مضبوطة جدًا ومضمونة ومش هتخيب معاكِ أبدًا. وقبل ما نبدأ الطريقة ننزل على طول نعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناة، ونفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من وصفات القناة. أول حاجة هنعملها الشربات وإحنا عايزينه شربات خفيف وكمان بارد. هنعاير بالكوباية العادية بتاعتنا بتاعة المطبخ كوباية سكر وعليها كوباية ونص من المية وعليهم عصرة نص ليمونة، وهنرفع الخليط ده كله على النار هيغلي لمدة 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق هنوطي شوية لمدة دقيقتين تلاتة، وبعد كده هنرفعه من على النار ونركنه على جنب لغاية ما يبرد خالص. نشوف بقى مكونات الكيكة بتاعتنا ونبدأ بالمكونات الجافة. في بولة كبيرة هننزل بكوباية من السميد الناعم، وعليهم كوباية من الدقيق المنخول، وعليهم نص كوباية من جوز الهند سواء كان خشن أو ناعم زي ما موجود عندك مش هتفرق، وعليهم معلقتين صغيرين من بيكنج باودر. وهنقلب بقى الخليط ده كله مع بعضه كويس جدا، ودي كده تبقى المكونات الجافة اللي معانا. هنركنها على جنب ونيجي بقى بعد كده للمكونات السائلة، وزي ما قلنا هنستخدم فيها المضرب اليدوي أو الخلاط أو المضرب الكهربائي الموجود عندك والمتاح واللي انت بتحبي تستعمليه استعمليه، كلهم هيجيبوا معاكي نفس النتيجة. في بولة كبيرة هننزل بثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وهننزل كمان عليهم بكوباية من السكر، سكر عادي جدا من السكر بتاعنا اللي بنستعمله في المطبخ، وهننزل عليهم بنص كوباية من السمنة أو نص كوباية من الزيت أو خليط من السمنة على زيت زي ما موجود عندك، استعملي المادة الدهنية الموجودة عندك في المطبخ. وهننزل عليهم بباكت من الفانيليا، وهنضرب بقى كل الخليط ده مع بعضه كويس جدا جدا لحد ما يندمج كله مع بعضه ويبقى خليط كريمي جدا، ونتأكد ان كل السكر الموجود معايا في الخليط داب تماما. يعني تقريبا مدة ضرب الخليط اللي معايا ده هتتراوح ما بين 4 ل6 دقايق لو بتستعملي المضرب الكهربائي، انما لو بتستعملي الخلاط هما دقيقتين تلاتة بس بالخلاط، انما لو بتستعملي مضرب اليدوي طبعا المدة هتتضاعف شوية عشان هتاخدي مدة اطول. هننزل بقى على الكوباية اللي معايا بكوباية من اللبن، وممكن تخلطي نص زبادي على نص لبن، يعني نص كوباية من الزبادي وعليها نص كوباية من اللبن، وممكن تحطي الكوباية بحالها زبادي زي ما موجود عندك استعملي. وممكن لو عندك عصير برتقان ممكن تحطي كوباية من عصير البرتقان، وهنخلط بقى كويس جدا جدا مع كوباية اللبن لحد ما قوام الخليط اللي معانا سمكه ولا هيبقى تقيل ولا هيبقى خفيف زي ما احنا شايفين كده بالظبط. وهشيل بقى كده المضرب، خلاص كده مهمته انتهت. وبعد كده هكون محضرة الخليط الجاف اللي احنا قلبناه على بعضه، الدقيق والسميد والبودر والجوز الهند، هننزل بيه على الخليط السائل، وهنبدأ بقى بالمضرب اليدوي هنقلب الخليط ده كله مع بعضه لحد القوام يبقى زي ما احنا شايفين كده، هيبقى أتقل شوية من خليط الكيك العادي. وكل ما بقلب هنزل كده من على الجناب عشان يبقى الخليط كله متجانس مع بعضه وكله قوام واحد. هنكون بقى محضرين صينية كبيرة ودهنينها المادة الدهنية اللي عندك سواء سمنة أو زيت أو زبدة زي ما موجود عندك، لازم نبطنها زي ما احنا شايفين كده بأي مادة دهنية، وهننزل بالخليط كده كله عليها وهنهبدها كده هبدتين بساط على الرخامة عشان لو فيها أي فقاقيع هواء هتخرج منها. نكون بقى مسخنين الفرن مسبقا على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط، ندخل الصينية بتاعتنا لمدة تلت ساعة وهتخرج معاكي بنفس الشكل ده كده، ما شاء الله شكلها في منتهى الجمال. يكون بقى الشربات معانا بارد تماما، هننزل على الصينية بتاعتنا وهنملى الوش بتاعها كله بالسيرب أو بالشربات لحد ما نتأكد إن الشربات وصل للأجزاء التحتانية كلها من الصينية، وهتلاقيها في ثواني تشربت كمية السيرب بتاعنا أو الشربات كلها لحد ما تبقى بالشكل ده كده، ما شاء الله شكلها في منتهى الجمال. وهتبدأي بقى تقطعيها زي ما انت عايزة، مربعات صغيرة أو كبيرة أو مثلثات زي ما انت عايزة وعلى ذوقك قطعيها. نيجي بقى للتزيين، ممكن تقدميها زي ما هي كده من غير أي تزيين خالص، ولو عايزة تزينيها ممكن نزينها بجوز الهند أو بالمكسرات أو بالسوداني المتاح عندك زينيها بيه، ولو اتقدمت كده برضو مفيش أي مشكلة، طعمها وشكلها بيبقى تحفة جدا. شايفين ما شاء الله ما خدتش مننا وقت نهائي، ولا في العجن ولا في التسوية ولا أي حاجة،
وهتطلع معاكي صينية رواني أو كيكة البسبوسة بنفس الشكل ده كده، شكلها مبدع جدا، ده غير طعمها كمان طعمها خرافي. وبكده تبقى عملتي حاجة حلوة لولادك بأقل تكلفة وبأقل مجهود، وهتطلع معاكي القطع بنفس الشكل ده كده، حقيقي شكلها تحفة. ويا سلام لو جالك ضيف كمان وعملتيها، مش هتاخد منك أي وقت ولا في العجن ولا في التسوية. شايفين ما شاء الله القطعة عاملة ازاي؟ حقيقي هايلة جدا. ده غير كمان إنها أخف كتير من البسبوسة، وكمان أطعم بكتير وأغنى من الكيك. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا وخلصنا الطريقة. يا ريت اللي عجبه الفيديو ينزل يعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد من وصفات القناة. ده غير كمان انه يشير الفيديو لاصحابه وحبايبه عشان الطريقة توصل لأكبر عدد من المتابعين. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال، وما تنسونيش من صالح دعواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.